زاوية الشيخ محمد المصطفى مربيه ربه بن الشيخ ماء العينين الملقب بسلطان الأزرق بهصباوة بأيتبع عمران المجاهدة. تأسست هذه الزاوية عام 1913 ميلادية، وهي أول زاوية معينية جهادية تؤسس بعد وفاة والده العلامة الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل عام 1910 ميلادية بتزنيت. فهي استمرار لأدوار الزوايا المعينية بالمغرب كمؤسسات دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية واقتصادية. كانت مقرا للتخطيط الاستراتيجي والحربي للحركة الجهادية بمنطقة إيتبع عمران، وشكلت ملجأ المجاهدين أثناء التعرض للهجومات الفرنسية ونقطة مراقبة لتحركات العدو الأجنبي بالمنطقة، بالإضافة إلى الأدوار الريادية والسياسية والدفاعية التي قامت بها هذه الزاوية طيلة الفترة الجهادية. فكانت قاعدة خلفية للمجاهدين بسوس والصحراء جنوب المغرب، وقلعة من قلاع الصمود ضد الاحتلال الفرنسي. إن اختيار سلطان الجهاد الشيخ مربيه ربه موقع شراء الأرض وبناء زاويته عليها بأيتبع عمران لم يكن اعتباطيا، بقدر ما كان مدروسا بحكمته ورغبة منه رضي الله عنه في الحصول على موقع جغرافي استراتيجي قريب من شاطئ آساكا وإفني، لاستثماره في فتح قنوات التواصل مع الخارج واستجلاب السلاح والعتاد الحربي بطرق آمنة للحركة الجهادية. وبهذا التشييد ازداد الفرنسيون خوفا، وشددوا مراقبة الشواطئ وجندوا أتباعهم من جنود وجواسيس وخونة لترصد السواحل والمواسم والأسواق، وأوعزوا إليهم بمتابعة جميع تحركات رجال الحركة الجهادية بزعامة الشيخ مربيه ربه وتقصي أخباره، إضافة إلى عمل الزاوية على خدمة زوار وضيوف ومحبي سلطان الجهاد العلامة الشيخ مربيه ربه ومريد الطريقة المعينية. قامت الزاوية بنشر العلم والتربية الدينية والوطنية في المنطقة وخارجها، ودرست القرآن الكريم بجميع القراءات وحفظ الحديث وتعليم الفقه المالكي وأصوله. ومنها متن آل شيخنا الشيخ ماء العينين نفوذهم الديني بالمنطقة، فضلا عن الوظيفة الاجتماعية المتمثلة في التكافل الاجتماعي بمختلف أنواعه كالإيواء وإطعام الطعام، معتمدا فيها على الوقف الخيري وعلى محصول الأراضي الخصبة التابعة لها والتي اشتراها من ماله الخاص. كان يتردد عليها العلامة رحمه الله شخصيا طيلة فترة الجهاد بغرض جمع وتوحيد صفوف المتطوعين للجهاد والتزود بالمؤن والعتاد. وبالنظر لأدوار هذه الزاوية البارزة، فقد أجمعت قبائل المنطقة على توثيق وإشهاد حرمتها تحصينا واستمرارا لوظائفها الفعالة والحيوية بالمنطقة، من خلال اتفاق قبائل هصباوة على ألا تنتهك حرمة زاوية العلامة المجاهد الشيخ مربيه ربه، ولا يخترق سياجها، ولا يحوم أحد حول حماها. ومما جاء في نص الاتفاق: وبعد، فليعلم من سيقف عليه من أئمة الإسلام أن قبيلة هصباوة اتفقت على أن من هاجم زاوية الشريف الغطريف سيدي مربيه رب بن شيخنا ماء العينين بن شيخنا محمد فاضل بن مامين، ومن قطع طريقها ومن سرق ومن تعدى على أحد في ناحيتها، فكل أحد يعطي 100 ريال، وإن شكا على السرقة فيعطي 100 يمينا في 3 أيام، وكذلك من نزل معه في الدار أو في الخيام وأمزوك إن كان من أهل البلد فعليه في 3 أيام الأمان. إشهاد خاص بالزاوية بأمر من العلامة المجاهد الشيخ مربيه ربه، كتب العلامة الشيخ سيدي محمد بن عبد العزيز حمنة في 15 من ربيع الثاني عام 1338 هجرية، ما نصه: وبعد، فليعلم من نظر في أنني أشهدني سيدنا الشيخ مربيه ربه بصره الله أن كل من سكن من خلائقه في داره التي في بلدة أسبويا إنما له مجرد استغلال منافعها ولا حظ له في غير ذلك. تعيين العلامة الشيخ مربيه ربه خليفة له بالمنطقة مقيما بالزاوية السيد عثمان بن محمد فاضل بن الشيخ حسن بن الشيخ محمد فاضل بن مامين جاء في إحدى الرسائل الموجهة لقبيلة هصباوة: وقد وجهنا لكم خليفتنا الأرض السيد عثمان في شأن ما أوجب الله عليكم من الزكوات والأعشار، فقفوا معه
وكونوا عند الظن بكم. بارك الله فيكم. المؤرخة في 4 من ذي الحجة عام 1342. يقول العلامة محمد المصطفى مربيه ربه في هذا الشأن بمناسبة مبايعته سلطانا للجهاد بسوس والصحراء جنوب المغرب سنة 1919 ميلادية بقلعة الجهاد أكردوس ضد الاحتلال الفرنسي. أما أنا ولله الحمد يعلم الخاص والعام أني سرت من عند داري وأهلي بهصباوة وبعمرانة، وتركت عيالي وحيواني وأرضي وتلامذتي وأصحابي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعد انتهاء المقاومة المسلحة وهجرته إلى طرفايا بداية سنة 1934 ميلادية عام ملقى الحكام، شن قبطان تاليوين آنذاك حملة على الزاوية بهصباوة بحثا عن السلاح، وهو ما دونه سلطان الجهاد الشيخ مربيه ربه بقوله: أخذ القبطان الذي بتيليوين من دارنا التي بهصباوة 20 مكحلة 3 بشر و1 سطعشي وغير ذلك، بين فيه رباعية وبين ساسب والحرابيات وبحفر وكابوس 160 عمارة على حسب ما أخبرونا التلاميذ. وبعد ذلك أتوا أصحابهم وفتشوا في الدار، قالوا أنهم يريدون العدة أيضا، ولم يجدوا فيها شيئا واعتذروا، وعن ذلك قال لهم بعض الوشاة: إن من بين ما ميز زوايا العلامة الشيخ مربيه ربه سواء بإتباع عمران أو بطرفاية التي ستكون موضوع الحلقة القادمة أنها كانت من الزوايا القلائل بالمغرب وبلاد شنقيط التي لا تتوفر على أضرحة كزاوية والده العلامة الشيخ ماء العينين بن الشيخ محمد فاضل بن مامين بمدينة السمارة، وهي قائمة بأدوارها المتعددة في مختلف المجالات التي شيدت من أجلها إلى يومنا هذا.